في بلدة تحيط بها حقول ذهبية الصيف ورائحة الخبز الطازج، كانت هناك نافورة قديمة في قلب ساحة صغيرة. النافورة كانت منحوتة على شكل امرأة رقيقة الملامح ترتشف الماء بيديها، كما لو أنها تمنح العالم جزءاً من قلبها. على مدار السنين صار الناس يمرون بجانب النافورة ويرمقونها ببضع نقود أو يلتقطون صوراً سريعة، لكن عدداً قليلاً فقط كان يتوقف ويستمع إليها كما تستحق الاستماع. بعيداً عن الساحة، على بعد مسافة يوم مشي، كانت هناك عاصمتان. العاصمة الأولى لقبت ب التي تعطي، والثانية كانت تدعى التي تنسى. في التي تعطي الناس كانوا يعلمون قيمة الماء، والناس هناك كانوا يتعلمون منذ الصغر أن الماء ليس مجرد سائل، بل نقود من الرحمة تبادلها الأيادي. وفي التي تنسى الناس تعلموا أن الحياة سريعة، وأن في كل يوم يوجد سبب كي لا يلتفت المرء إلى نافورة قديمة أو إلى قلب متعب. ذات صباح شتائي بارد هبت ريح قوية حملت معها أنباء لم تحبذها الساحتان. خزان الماء الذي يغذي الحقول والقرى أصابه تضرر بالغ. في التي تعطي بدأوا يجتمعون فوراً، أزواج، أطفال، كبار، كل يحمل جرة أو وعاء. في التي تنسى ظل الناس في أدراجهم مستمرين في شغلهم، غير مهتمين بما إذا كانت الأنهار ستشرب أم لا. النافورة في ساحة البلدة كانت تراقب بصمت. كل صباح كانت ترى الأطفال يأتون ويضحكون، وتسمع حكايات العجوزات، وتسمع أحيانا صراخا عندما يتشاجر اثنان على مكان في الباحة. لكن مع ذاك الشتاء بدأت تتلاشى قطرات المياه عن ثغرها، وصار حاجز الصمت يحيط بها مثل سحب قاتمة. في ذلك اليوم الذي اجتمعت فيه التي تعطي على الساحل، مر رجل شاحب الوجه يحمل بين يديه حقيبة متعبة. كان اسمه سامر. ولد ونشأ في التي تنسى، لكنه هاجر صغيرا لمدينة بعيدة لطلب رزق، وعاد بعد سنوات لاحقا ليزور بلدته. رأى النافورة وحاول أن يلمس وجهها، لكن يده توقفت عن لمسه، فقد كان يحمل في قلبه وزنا اختلطت به الذكريات. طفولته بجانب الحقول، ضحكة أخته، ووعد قطعه لوالده بأن يعود يوما ليبني لهم بئرا جديدا. سامر وقف ينظر إلى الماء المتبقي في النافورة، فسمع صوتا هادئا يكاد لا يسمع: أقد رضيت أن تتركني وحدي؟ لما نطق الاسم هبت له الذكريات وابتسم بحرارة مريرة. لم يكن أحد هناك ليسمعه سوى زوج من العصافير ومئزر أصفر على حافة الحوض. قرر سامر أن يدخل إلى العاصمة التي تنسى ويحاول أن يفعل شيئا، لكن الطريق كان طويلا ومنعه الخجل من طلب المساعدة من الذين كانوا يعيشون من حوله، كما لو أنهم لا يملكون قلبا. في الوقت نفسه في التي تعطي أجمع الناس أن يرسلوا بعثة صغيرة تحمل آلة بسيطة قادرة على سحب الماء من البئر المتضرر إلى النافورة إن أمكن. وانطلقت البعثة عبر طريق وعر، ولكن قبل أن تغادر توقف شيخ حكيم عن النظر إلى الأفق، وقال لهؤلاء الحاضرين بصوت وقور: خلوا النافورة تتكلم، لقد صارت لهم صوتا. لن نأخذ الماء فقط، بل سنرد لها ماء لوجنها. وصلت البعثة إلى النافورة ومعهم شريك لم يتوقعه أحد. كان هذا الشريك هو سامر نفسه. عاد وقد قرر أن يكثر ثقل الخجل. لن أدعها تبكي بلا سبب، قال وهو يفتش جيبه عن مسمار قديم ليصلح ماشية، وعن خيط ليثبت مضخة مؤقتة. وبجهد الجميع استطاعوا أن يوصلوا خيطا رفيعا من القلب إلى القلب، نظام صغير ينقل الماء. مرت أيام تبدو أقصر حين يملك المرء أملا. بدءا من النافورة ارتوى الناس العطش، لكن الماء في النفوس لم يذكر وحده الجانب الفيزيائي منه. ففي صباح هادئ خرجت امرأة عجوز رؤاها مرهقة من السنين، وسكبت بيدها ماء في كف طفل صغير مرهق. وفي مساء آخر عادت مجموعة من العمال لترميم جسر مهترئ على الطريق، فجلبوا معهم ضحكات جعلت الهواء أخف. وذات يوم مرور
جاء مسافر غريب يحمل معه رسالة طويلة. قال للناس: في العاصمة المجاورة هناك نافورة متلألئة لا يبالي الناس لقسم كبير من حاجات غيرهم، لكن في مدن أخرى الناس يعلمون أن الماء هو أول الأمانة. وقرر الجميع أن يرجعوا إلى قراهم ويعلم الجيران أنهم قادرون على فعل الخير دون أن ينتظروا نظيرا. مع الوقت تحولت النافورة إلى رمز لشيء لم يعد ماديا فقط، صارت رمزا للمسؤولية. صارت القصص تروى عند ضوء النيون كما تروى حول النار، قصص عن من لم يمنع نفسه، قصص عن من أخذ بيد آخر، وقصص عن من تخلى عن كبريائه ليستند إلى من هو في حاجة. لكن ذات ليلة من ليالي الصيف الثقيلة اندلعت أشجار في ضواحي التي تعطي، والرياح كانت كهيجان البحر. اشتعلت النيران كفراش ذهبي، ولزم القلق السريع القلوب. تجمع الناس في الساحة، فتذكروا أيام الشتاء، تذكروا البئر القديمة، تذكروا النافورة. هذه المرة قرروا ألا يتركوا أحدا وحده. تحرك سامر في المقدمة، لم يعد يحمل خجلا، بل عزيمة أن ينقذ ما يمكن إنقاذه. وبالتنسيق والسواعد المتشابكة استطاعوا أن يكبحوا النيران قبل أن تبتلع البيوت. تنفس الجميع الصعداء، وبدا الأمر كاحتفال صغير. جلس الناس في الساحة حول النافورة، والعصافير تشدو، وأطفأوا الفوانيس. وكانت لحظة صفاء لم تستمر طويلا، لكن أثرها ظل طويلا. قال الشيخ الحكيم وهم يلتقطون الماء بأيديهم: تعلمنا أن نرعى ما حولنا، ولكن الأهم أن نرعى بعضنا، فلا كرامة في جدول جاف إن كان جار عطشان. بعد تلك الليلة أصبح لسان المدينة رقيقا في الكلام، والآخرين أكثر استحقاقا للثقة. الأطفال كانوا يتعلمون أن يحفظوا قدر الماء كما يحفظون كرة اللعب، وأن يشاركوها حين يحتاجها صديقهم. ارتفعت القيم القديمة إلى مكانها، ولم تعد النافورة مجرد حجر وحوض، صارت درسا يعلم في المدارس. درس في أن المسؤولية ليست عملا لمرة واحدة، بل عادة تتعلم يوميا. وفي صباح ما حين خرج سامر ليسمع همسات النافورة، إذا به يسمع صوتا أهدأ من الريح: أقد بكيت يوما طويلا، والآن أبكي فرحا. ابتسم سامر، لم يبكينه الدمع على فقد أو خسارة، بل أبكانه إدراكه أن قلبه صار مكانا يسك منه وليس موضعا يغلق عليه. عاد إلى عاصمته وحكى للجيران كيف أن نافورة صغيرة في بلدة بعيدة علمته درسا لن ينساه: أن العالم لا ينهض إلا حين يعي الناس أن العطاء ليس ترفا بل واجب. هكذا صارت النافورة مرآة لكل من مر بجانبها. إن رأيت ماء صافيا فيها فاعلم أن هناك من أعطى، وإن رأيت ماء راكدا فاعلم أن أحدا ينادي للمساعدة. وتعلم الناس أن الحياة لا تقاس بما تملك وحدك، بل بما تتركه لغيرك. وفي الختام حين يسألني أحدهم ما الحكمة، سأقول مثل ما قالت النافورة بصوت لا يسمع إلا لمن استمع: لا تنتظر أن يجف كأسك كي تعلم قيمة الماء،